السلام عليكم. أطيب تحية للمتابعين. قبل ساعات في 28/4/2024 انتهت المباراة النهائية لكأس أندية العراق بكرة السلة بفوز كبير لنادي دجلة الجامعة على نادي الشرطة ب91 مقابل 71 نقطة بفارق 20 نقطة. هذا الفوز يتطلب وقفة تحليل دقيقة للوقوف على عدد من الإخفاقات اللي تعرض لها نادي الشرطة في مباريات عديدة، رغم أن صفوفه مضخمة بلاعبين نجوم يمثلون المنتخب الوطني العراقي بكرة السلة، وهم علي مؤيد إسماعيل وحسان علي عبد الله، وهم نجوم أبناء نجوم، وأنا تعايشت مع آبائهم النجوم. وقتها كنت مدرب سلة عام 1989. كذلك لاعب المنتخب محمد صلاح والحر وحسين هادي. ولا ننسى أن المدربين الذين قادوا نادي الشرطة خلال إخفاقاته هم مدربين بارزين مثل مدرب المنتخب الوطني العراقي محمد النجار. وضمن قراءتي التحليلية أن سبب الخسارات ليست بتقصير كامل على المدرب ولا تقصير كامل على اللاعبين، لأن السبب هو تأثير تغير الزوايا الفلكية بين ساعة وساعة على اللاعبين، واللاعبين لهم أرقام فلكية علاوة على أرقام حروف الجفر التي تتأثر بالطاقات السالبة الموجودة داخل كل الملاعب، والتي يتأثر بها بعض اللاعبين ولا يتأثر بها لاعبين آخرين حسب الأوقات وحسب الساعات، تتغير بين فترة وأخرى. كذلك أنا أمتلك طاقات موجبة عالية، ومنذ التسعينات عندما أجلس بملعب أشاهد مباراة أمارس نشاط طاقاتي، وسبق أن حاولت إفادة فرق كرة القدم، لكن أغلب المدربين امتنعوا عن التعاون معي. أخيرا مبارك لفريق نادي دجلة ولكل لاعبين من كلا الفريقين، حتى لاعبي نادي الشرطة قدموا لوحات فنية جميلة، وكلهم أبنائنا وكلهم أملنا بارتقاء مستوى أفضل للمنافسة على بطولة آسيا مستقبلا. وأطيب تحياتي لكم جميعا.